كان هذا الرجل يركل الزجاج المثبت في الأرضية تحت قدميه، وفجأة بدأت تظهر تشققات في الزجاج، وما إن رأى التشققات حتى أصابه الذعر، وفي تلك اللحظة انكسر الزجاج فسقط الرجل إلى الأسفل في منطقة خطرة. وبينما كان يسقط أخذ ينظر هنا وهناك، وإذا بمخارج الهروب من الجهتين تبدأ في الإغلاق. دون أي تأخير ركض بسرعة ونجا في اللحظة الأخيرة قبل أن يغلق الشتر تماما. سقطت قبعته إلى الداخل فسحبها بسرعة أيضا. كان الرجل يمشي بهدوء، وفجأة وقعت عيناه على جدار مكتوب عليه أن كل الأشياء هنا مزيفة، ومن يدخل هذا المكان مرة لا يستطيع الخروج بإرادته. تناثر طلاء مزيف على ملابسه ذات الماركات الشهيرة، فاستشاط غضبا. من شدة الغضب توجه نحو الباب، لكن كان هناك بيضة داخل قفل اليد، فانفجرت البيضة في يده. عندها غلى دمه أكثر. بدأ يحاول كسر الباب، وأثناء ذلك انشق رأسه، وبسبب العجلة جلس على كرسي متحرك. اندفع بسرعة نحو النافذة، ولحسن الحظ علق بالمنضدة، وإلا لكان الرجل اليوم قد سقط مباشرة من النافذة إلى الأسفل.